السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم نشارك معكم السفة بالخضار والدجاج. كتجي لذيذة وسهلة في التحضير وكتوجد بسرعة. نتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو حتى الأخير باش نشوفوا مع بعض المكونات والطريقة. نبداو على بركة الله. أول حاجة غنحضروا إن شاء الله المرق ديال هاد السفة. بالنسبه للمرق غنحتاج هنا الدجاج، كتاخذوا اي قطع من الدجاج، ما كت يعني ما كتقتصروش على مثلا على دجاجه او على شي كميه كثيره. اي قطع ديال الدجاج عندكم متوفره كتستعملوها. بالنسبه لي هنا خديت الاجنحه، يعني لي بلونكيت، وضفت عليهم بصله مشلضه شلطتها رقيقه، الملح حسب الذوق، وغادا نضيف زيت المائده على حسب الكميه ديال الدجاج اللي نتوما مستعملين، وغنضيف كذلك واحد شويه ديال السمن. من بعد غادي نضيف دامة ديال الزعفران. يمكن لكم تستعملوا الزعفران حر الا كان عندكم متوفر. صافي غنخلط هاد المكونات ونوضع الطنجره ديالي فوق النار تشحر. هنا تشحرات ليا هذيك البصله مع الدجاج، هانتوما كي كتلاحظوا. غندوز ان شاء الله باش نحركهم. من بعد غنضيف واحد شويه ديال الابزار، غير 4 معالق. غنضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل. كنحرك الخليط مزيان او المكونات. من بعد كنضيف عويدات ديال القرفه. كنخليهم كيتشحروا واحد شويه. من بعد غنضيف الجزر. هنا خديت تقريبا 2 ديال الجزرات متوسطين، قطعتهم على شكل دويمات صغار. كنضيفهم على هاد الدجاج مع البصله والتوابل، نحركهم ونخلي شويه هاد الطنجره تشحر واحد شويه باش هذاك الجزر كتطلق ديك المية ديالو. هنا بعد ما تشحروا ليا دوك المكونات وتعرقت ليا هذيك الخضيره، يعني الجزر ومع داك الدجاج، هانتوما كي كتلاحظوا. غنضيف ليهم هنا واحد زلافه صغيره ديال جلبانه. كتاخذوا غير كميه قليله ماشي بزاف، وكنحرك الكل. نخليهم عاوتاني يتشحروا واحد شويه، وغنضيف الباقه ديال القزبور. هانتوما كتلاحظوا الخليط ديالي او المكونات كيفاش صبحوا بعد ما تشحروا. في هذا الاثناء غندوز باش نمرق عليهم. صافي كندير كميه ديال الماء طايب الكافيه باش غادي طيب ليا هاد الخضيره مع الدجاج. ما غيستغرقوش وقت كتير، تقريبا 15 دقيقه يكونوا جاهزين. في هذا الاثناء غندوز ان شاء الله نحضر السفه. بالنسبه لي هنا خديت 500 غرام ديال السفه، كتاخذوا نوع جيد. غنضيف ليها شويه ديال زيت المائده، وكندوز كنبسسها مزيان حتى كتلبس بهذيك الزيت. من بعد كنوضعها في الكسكاس اللي غطيف فيه، وكنوضعها فوق البخار غير كتطلع فيها الفوره. كنحسب ليها 30 دقيقه. حتى كتفور. بعد ما دازت 30 دقيقه كنوضع الكسكاس ديالي فوق شي طنيجره، وكنفرغ عليه الماء بارد. ضروري الماء يكون بارد، ما تستعملوش الماء طايب
حيت هذا هو سر من الاسرار النجاح ديال هاد السفه اللي كتكون طايبه مع الخضره. صافي كندير غير هاد العمليه هكا، منها كتغسل لي هذيك السفه مزيان ومنها كتسقى بهذاك الماء مباشره. غنعاود نرجعها تفور المره الثانيه. هنا بعد ما تفورات المره الثانيه 30 دقيقه كذلك غندوز نفرغها ان شاء الله. في هذا الاثناء غادي نعاود نسقيها بالماء بهذه الطريقه هذه. صافي وفي نفس الوقت كنعبر القياس ديال الماء غير بيديا، انا كنسقي وكنشوفها. صافي غنخليها تشرب وكنرجعها تفور. هاد المرحله كنفورها غير 20 دقيقه، من بعد كنوضعها في واحد الطبسيل وكنخليها حتى نعاود نشعل الطنيجره، لان كنت الكوكوط عفوا كنت طفيت عليها وبردات. كنعاود نشعل عليها ونخليها حتى تغلي. عاد باش كناخذ هذيك السفه وكنبدا كنوضعها في الطنجره وفي نفس الوقت كنحرك غير بالقاعده. صافي وكنستمر حتى كنكمل كاع السفه اللي عندي. بالنسبه للماء هانتوما هذا هو القياس ديال الماء، يعني السطح ديال الماء ما تيكونش طالع فوق السفه، تقريبا كيكون نفس المستوى ديال الماء مع السفه. صافي كنغلق عليها غير كتصفر صفاره، كنحسب ليها 10 دقائق وكنطفي عليها كنخليها حتى تبرد الطنجره مزيان. عاد باش كنحل عليها. هانتوما كي كتلاحظوا دابا هي جاهزه معنا، وها النتيجه كتجي رائعه وكتجي زوينه. هاد السفه غير بقاو تحضروها بهذه الطريقه، راها ساهله فقط العمليه ديال التفوار. تبعوا هذيك الطريقه باش ما تعجنش ليكم. وفاش تسقيو السفه المره الاولى ما تسقيوهاش بالماء طايب، استعملوا غير الماء بارد في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه ان شاء الله، وراه غادي تجيكم رائعه. وكيف لاحظتوا غير تقريبا 500 غرام ديال السفه تقريبا كتعطي واحد الكميه كثيره. كنحيد هذوك العويدات ديال القرفه وكنقاد الطبسيل. صافي كنستف هذاك الدجاج وكنقاد الطبسيل. فكره جميله للعشاء. وهذا هو الطبق ديال السفه اللي حضرت معكم بالخضره. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وانتم كي كتلاحظوا راه كتجي زوينه ما كتعجن ما والو. والى الملتقى ان شاء الله تعالى.